لو بتدور على مكان هتلاقي فيه كل حاجة ممكن تتخيلها أو حتى ما تتخيلهاش من الإبرة للصاروخ، يعني زي ما بنقول، فأنت دلوقتي في المكان الصح. إحنا في واحد من أكتر شوارع أو حواري القاهرة الحيوية والزحمة طول الوقت. إحنا في عالم تاني جوه العتبة، موجودين في درب البربرة. هنشوف مع بعض الكركبة اللي كلها متعة، هنكتشف أسرار المكان اللي الناس بتزوره عشان يشتروا حاجتهم بأسعار خرافية. استعد معايا، الرحلة كلها مفاجآت وتفاصيل وروايح القاهرة القديمة. ولو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. رحلتنا جوه عالم درب البرابرة بدأت بحمد الله من هنا في شارع بورسعيد، واحنا كنا في اتجاه باب الخلق والسيدة زينب وجايين من باب الشعرية، ودخلنا يمين على درب البرابرة المشهورة. ورحلتنا سيرا على الأقدام وسط كم هائل من البشر واللي بيجوا هنا يشتروا حاجات كتير بأسعار مميزة جدا. طول ما انت ماشي في درب البرابرة بيحوطك محلات على كل لون وفي كل حاجة تقريبا، زي ما هنشوف مع بعض. ناس وعمال وموتوسيكلات وعربيات بضايع في كل مكان. احنا في حارة البنداقة او درب البرابرة، وكل العطفات والحواري يمين وشمال مليانة بمحلات في تخصصات كتير جدا. يعني دي عطفة النمروسي وهنرجع ليها كمان شوية صغيرين ان شاء الله. وبنشوف اهو محلات أقمشة ومحلات بيع مستلزمات الحمامات وبعض السجاجيد الصغيرة. وعلى يميننا بيكون في عطفة جديدة هندخل فيها مع بعض، وبيكون على نصيتها الضيف المهم اللي بيحبه المصريين جدا، عربية التين الشوكي اللي بتلاقيها موجودة في كل حتة في الصيف. احنا دخلنا مع بعض حارة كنيسة الإفرنج، بنشوف الأجواء فيها عاملة ازاي وممكن تلاقي فيها ايه. محلات الديكورات واللوحات والزرع الصناعي هتلاقيهم كتير جدا هنا. كمان محلات النجف والأبليكات مشهورة بيها درب البرابرة جدا. اهو محلات الزرع الصناعي موجودة بشكل مكثف هنا. واحنا ان شاء الله هنتمشى شوية وبعدين هنلف ونرجع مرة تانية في اتجاه درب البرابرة. احنا رجعنا مرة تانية للحارة او للضرب مع بعض، ولسه بنشوف كنز من كنوز العتبة والموسكي. وعموما درب البرابرة ممكن تسميه درب المناسبات. اي مناسبة هتلاقي احتياجاتها هنا، عيد ميلاد، سبوع، خطوبة، اي مناسبة سعيدة كل مستلزماتها هتلاقيها هنا في درب البرابرة. بنشوف اهو شماعات وزينة اعياد الميلاد وكل الورود الصناعية وبعض الاشكال المصنعة للخطوبات. وكمان بتلاقي عدد كبير من الاباجورات والفازات والديكورات المختلفة. مش هتتخيل ابدا ان الدرب الصغير اللي انت هتدخله ده ممكن تلاقي فيه كل الحاجات دي. يعني واحنا بنتمشى مع بعض كده وسط الدرب ده، حتى بتلاقي اهو بياع فاكهة وداخل وسط الناس بيدور على رزقه. احنا لسه في درب البرابرة، واللي انت بتتمشى فيه هتحس بالفرحة والسعادة رغم الزحمة وضيق الشارع. دي حارة السادات اللي موجودة هنا، وواضح كده ان في تنوع رهيب في معروضات المحلات. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. واحنا واحد يبقى 13. ايه يا ابني، دي ولا لسه؟ دي ولا لسه يا ابني؟ دي ولا لسه؟ التمشية هنا صعبة شوية، لكن عشان خاطركم كله يهون. عموما درب البرابرة بيربط ما بين شارع بورسعيد اللي جينا من عنده ولغاية شارع الجيش زي ما هنشوف ان شاء الله. يعني مفروشات كتيرة جدا، واللي بيحب عمايل المكرمية برضه هيلاقيها هنا.
والجزء القريب من شارع الجيش هو اللي هتلاقي فيه مستلزمات السبوع زي ما بنشوف مع بعض، حارة جوه حارة وضرب جوه ضرب، وعالم مش هتتخيل جماله إلا لما تزوره بنفسك. أشكال ملهاش حصر من مستلزمات السبوع، واللي طبعا حصل فيها تطور كبير مع الزمن. كان الأول عبارة عن كيس بلاستيك فيه شوية فشار مع حمص مع بونبوني مع سوداني، لكن مع الزمن الموضوع بقى مختلف ومتطور جدا. احنا شفنا جزء من الحارة وراجعين مرة تانية في اتجاه درب البربرة. طبعا وعموما كل الحارات والأزقة والدروب ممكن نقول عليها درب البرابرة كلها. احنا خرجنا مرة تانية، المحل اللي قدامنا ده شعبان بتاع النجف، مشهور هنا جدا في الضرب، وعنده حاجات مش ممكن تلاقيها إلا هنا وبأسعار كويسة جدا. احنا لسه في اتجاهنا لشارع الجيش عشان نقرب أكتر من ميدان العتبة. محلات كتير قوي للنجف موجودة هنا، يعني لو عايز سبوع أو نجف تعالى هنا من ناحية شارع الجيش، ولو عايز أقمشة أو ديكورات ممكن تيجي أفضل من ناحية شارع بورسعيد. وانت هنا هتلاقي ريحة البخور مع السبح والزيوت والنجف والورود والقماش، ومحلات فيها يعني كتير جدا من البضاعة، في منها الجديد وفي منها اللي مر عليه عدد كبير من السنين ولسه محتفظة بشكلها المميز. طبعا العرايس والعرسان درب البرابرة مكان مهم ليهم جدا عشان يشتروا مستلزمات الشقة من كل حاجة تقريبا. لو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. لسه موجودين في درب البرابرة وحارتها المختلفة، ولسه بنتمشى وسط الناس ووسط نبض الحياة المختلف، ولسه بنشوف احنا ممكن نشتري ايه من هنا في الضرب. اعتقد ان اي حاجة هتخطر على بالك هتلاقيها هنا في درب البرابرة. احنا كده خارجين على شارع الجيش، ولو دخلنا يمين هنروح على ميدان باب الشعرية، ولو دخلنا شمال هنروح على ميدان العتبة. فرصة اقول لكم لو عايز تيجي هنا بالمترو فاقرب محطة هي محطة باب الشعرية، ولما هتطلع هنا على شارع الجيش هتلاقي كمية كبيرة من الفرشات اللي بتبيع النجف والابليكات، ومجموعة برضو من محلات الأقمشة ومحلات الملابس والزرع الصناعي. يعني الضرب ممتد لبره كمان على الشارع الرئيسي. احنا رجعنا لضرب برابرة والجزء اللي ما شفناهوش واللي رايح على شارع الجيش برضو، وبنشوف محلات الانتيكات والسبوع ومحل الاريزونا الشهير هنا على شمالنا، المخبوزات والطرط ولوازم الحلواني هتلاقيها هنا برضو في درب البرابرة. احنا ما زلنا في سوق من الاسواق الشعبية القديمة في مصر، واللي بيجي ليها ناس كتير سواء من القاهرة او حتى من المحافظات. واحنا كده طالعين تاني على شارع الجيش، يعني وزي ما حضراتكم شايفين بقى، يعني واحنا طالعين بتلاقي حاجات كتيره جدا، محلات كتيره جدا، حتى عربيه اهي بتبيع جوز الهند، وبعدها بتلاقي عربيه التين المشهوره. وما زلنا في الرحله الممتده في درب البرابره. انا بصله ولا احنا لسه في شارع الجيش وبين اجواء درب البرابرة وبين محلات النجف ومستلزمات الكهرباء واللي بتلاقيها كتير هنا قريب من شارع الجيش. ودرب البرابرة واحد من اقدم الشوارع هنا في العتبة، وتاريخه بيرجع لمئات السنين. واسم درب البرابرة اختلفت فيه الروايات، في اللي بيقول ان الاسم جه من قبائل البربر اللي جم من المغرب مع الفاطميين وقت فتح مصر. في رواية بتقول ان الاسم جاي من العمال النوبيين اللي اشتغلوا في القاهرة في بداية القرن ال19. وفي روايات كمان ان اليهود واليونانيين كانوا متمركزين هنا في الضرب وهم اللي دخلوا صناعة النجف والتحف. وفي اقاويل تانية بتقول ان جماعة من البربر كانوا بيشتغلوا كخدم للبشوات وقت محمد علي باشا، والمكان كان قريب من القصور المختلفة، والجماعة دول سكنوا هنا وتسمى الضرب باسمهم.
في كمان رواية أخيرة إن اسم البربر كان مرتبط بفرق الهجانة اللي كانوا بيركبوا الجمال، وكانت مهمتهم يفرقوا المظاهرات خلال فترة الاحتلال البريطاني والحكم الملكي. أيا كانت الرواية فاحنا في مكان تحب تيجي وتتمشى فيه جدا. لسه مع بعض موجودين في درب البرابرة، ومن درب بنخش لدرب عشان نستكشف مع بعض أكبر كم من الأماكن هنا في المكان اللي أعتقد بقى واضح أهم اللي فيه، سواء من النجف أو مستلزمات السبوع أو من التحف والأنتيكات والزرع الصناعي أو حتى عرايس المولد في وقت المولد النبوي أو مستلزمات الاحتفالات المختلفة ومحلات للأقمشة والمفروشات، وكمان في محلات للأدوات المنزلية. يعني كل حاجة ممكن تحتاجها لو دخلت بس للحارة الصغيرة دي والحارات المتفرعة منها هتلاقي فيه كل اللي ممكن تحتاجه. لو بصيت للصورة اللي قدامك دي ولو رجعنا بالزمن لورا شوية، فالمكان اللي احنا فيه كنت تلاقي فيه محل المسلم جنبه محل المسيحي جنبه محل اليهودي بيشتغلوا في مهن مختلفة جنب بعض، حتى ان الضرب هنا كان كمان فيه محلات لبيع الذهب والفضة. احنا لسه موجودين في درب البرابرة، والرغم ان الاسعار مرتفعة لكن هنا طبعا هتلاقي جودة كويسة جدا وباسعار اقل من بره بنسبة مميزة. انا بحاول اني اوريكم اكبر كم من الحواري المتفرعه من الضرب وايه اللي بيتباع فيها، لان في عدد كبير من الناس بيكتفوا بس ان هم يمشوا في الجزء اللي احنا خرجنا عليه دلوقتي، وبحاول ان انا يعني اجري الصوره شويه بحيث ان احنا ما نكررش الاماكن اللي مشينا يعني فيها من شويه صغيرين، وندخل على اكبر كم ممكن من الدروب والازقه ونتفرج عليها ونشوف ايه اللي ممكن تلاقيه موجود فيها وبيتباع فيها بشكل مميز جدا. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. محدش جاي معاك ولا انا كلامي جه معاك ولا احمد كلامي جه معاك. أظن بقى واضح قد إيه المكان متشعب وقد إيه بننتقل من حارة لحارة ومن ضرب لضرب ومن عطفة لعطفة، وشايفين كمية المحلات اللي على كل لون. وفي الجزء اللي احنا داخلين عليه بقى بتلاقي عدد كبير من محلات الملابس، طبعا بيكون البيع سواء كان جملة أو قطاعي. فعلا لو ما عدتش على درب البرابرة فانت فايتك كتير عن روح القاهرة وأسواقها القديمة. فلو عايز تشتري هدية قيمة وسعرها كويس فانت هنا أكيد هتلاقي أي حاجة تتخيلها. احنا كده هنتمشى شوية وهنخرج مرة تانية على شارع الجيش عشان نتفرج على جزء جديد في رحلتنا مع بعض. كده احنا خرجنا مرة تانية على شارع الجيش وبنلف كده واحنا ماشيين كده في اتجاه ميدان العتبة، وبرضه في محطة مترو أنفاق العتبة موجودة ممكن تنزل فيها، وهيكون الضرب مش بعيد لكن محطة مترو أنفاق باب الشعرية أقرب شوية لضرب البرابرة. بنشوف موقع الضرب المميز وسط المنطقة التجارية في العتبة والموسكي. لسه بنتمشى مع بعض وبتشوف ايه كمان المحلات الكتير اللي موجودة هنا واللي ممكن تشتري منها احتياجات اخرى. محل للاجهزة الكهربائية اهو جنبيه
فرشة لبعض مستلزمات أعياد الميلاد يعني، وبعض الحاجات أو لعب الأطفال. ماشية مع بعض، وهتلاقي بقى زي ما بقول لكم فرشات كتير قوي للنجف والابليكات، ومحل اهو للادوات المنزليه موجود على شمالنا، ومحل كمان للساعات ممكن هتلاقيه موجود هنا على شارع الجيش. يعني تنوع هائل من البضائع. طبعا محتاج كل البضائع دي محتاجه قدر من التنظيم عشان ما تحتلش الجزء ده من الشارع. كمان واحنا بنتمشى محتاجين الحواري دي الناس ما ترميش فيها الاوراق اللي بتبقى متناثره. انا عارف ان هي منطقه تجاريه وممكن تلاقي فيها الشكل ده، لكن اتمنى ان نحافظ على النظافه بشكل اكبر. لسه بنتمشى مع بعض جوه شارع الجيش، وهنرجع مرة تانية لدروب وعطفات وأزقة درب البرابرة. اللي ما يعرفش يعني ايه درب البرابرة او سمع عنه وما شافوش قبل كده، اعتقد جولتي النهارده وضحت شكل الدرب وشكل حواريه وعطفاته المختلفة وشكل البضاعة اللي موجودة فيه. انت هنا في منبع الجملة في قلب القاهرة حرفيا، وسط منتجات ملهاش حصر بنشوفها مع بعض. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا كده راجعين في اتجاه شارع بورسعيد، واللي بدأنا من عنده رحلتنا واللي بيوازي الضرب ناحية اليمين هنا هو شارع الموسكي المشهور، وكل الحواري اللي على يميننا بتطلعنا عليه بالفعل. بتشوف طريقة تخصصات مختلفة من البضايع، ولسه بنشوف ان الضرب محتفظ بالطابع الشعبي وانه مركز تجاري مهم لعدد كبير من التجار والناس. طبعا كمان درب البرابرة من الاماكن المميزة لبيع زينة رمضان زيها زي السيدة زينب والدرب الاحمر وباب الشعرية. واحنا لسه بنتمشى مع بعض وبنشوف محلات هي الأقمشة اللي بتتباع بالمتر أو بتتباع بالطوب زي ما حضراتكم شايفين معايا، والديكورات الكتير قوي واللوحات اللي ممكن بتتعلق في البيوت ومستلزمات الحمامات ومستلزمات المطابخ. ويعني عدد كبير من الناس زي ما شايفين اهو الراجل اللي قدامنا شايل بضاعة أو حاجات كتير اشتراها من جوه درب البرابرة. هندخل يمين مع بعض لأول حارة شفناها في بداية رحلتنا وهي عاطفة النمروسي. نتفرج كده على الحاجات اللي موجودة فيها. هتلاقوا طبعا حاجات متشابهة كتير. يعني النجيل الصناعي اهو الراجل يعني بيطبق كده جزء من النجيل الصناعي اللي فيه واحد من الناس اشترى وهيركبه ان شاء الله في جنينته او في أجزاء مختلفة من الأماكن. إحنا لسه موجودين مع بعض في عاطفة النمروسي، واللي هتلاقوا فيها بقى هنا اللي هي الحاجات اللي أو الفصوص كده اللي بتتحط وبيعملوا منها العقاد. يعني البنات اللي بيحبوا دي، يعني العاطفة دي مخصصة كده للبنات وللستات اللي بيحبوا يشتغلوا بإيديهم بعض المنتجات زي ما احنا بنتفرج مع بعض. احنا لسه بنتمشى مع بعض في يعني دهاليز درب البرابرة. خليها ابويا انت عامل عمليه في قدامه يا ابني، مركب جهاز. أظن حلقة مختلفة وسط عالم مختلف وحارات ما تعرفش الحزن، مليانة بهجة وسعادة. وانت هنا تلاقي الناس فرحانة لأنها بتشتري حاجات لفرح أو لأسبوع أو هدية لحد بيحبوه أو ديكور لبيتهم وغيره وغيره من الحاجات. المكان هنا
يعني احنا موجودين فيه يعني وقت بعد العصر بشويه صغيرين، لكن هو بيفضل فاتح يمكن للساعه 10 او 11 بالليل كمان، بتكون انواره مبهجه ومبهره جدا بالليل. برضو ممكن تيجي فيه في الوقت اللي ممكن يكون متاح بالنسبه لك. احنا خرجنا اهو في شارع البندقه، قدام حضراتكم اللوحه الارشاديه للشارع، واحنا راجعين كده في اتجاه شارع بورسعيد. الجزء اللي قدامنا على طول هتلاقوا فيه محلات لبيع الشامبوهات وبيع الكريمات، يعني حاجات كتير لمنتجات العنايه بالبشره والجسم بصفه عامه. وممكن تستخدم الكوبري اللي موجود هنا. يعني زي ما بقول لحضراتكم الجزء ده يعني اتمنى ان احنا نحافظ على نظافه اكتر من كده في الحواري والشوارع اللي احنا بنزورها مع بعض. يعني احنا هنتمشى شويه في الجزء ده. شايفين هنا بيبيعوا برضو الأقمشة، بيبيعوا السفنج كده او الواح السفنج اللي بتستخدم في يعني الانتريهات او لاستخدامات مختلفه. لسه بنتمشى مع بعض واحنا كده يعتبر موازيين لشارع بورسعيد، وهنتفرج شويه على اجواء الجزء ده من الشارع. بعدين هنطلع على شارع بورسعيد، وهو ده الجزء اللي هننهي من عنده رحلتنا باذن الله. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا لسه موجودين وسط الناس ووسط العمال ووسط العربيات ووسط البضايع ووسط الأقمشة ووسط الحاجات المبهجة اللي احنا بنشوفها مع بعض في درب البرابرة والشوارع الجانبية المتفرعة منه والشوارع المجاورة ليه. واحنا لسه في اتجاه دلوقتي احنا في اتجاه ميدان باب الشعرية، والجزء اللي ورانا بيكون فيه موجود باب شارع الأزهر بيكون وراه قبل كده باب الخلق وقبليه السيدة زينب. طبعا يعني هي كل الاماكن اللي احنا بنزورها مع بعض دي انت ممكن تجيها وتتمشى فيها على رجليك، بتكون الموضوع سهل جدا. من خلال التمشية الصغيرة دي بتقدر تشتري عدد كبير جدا من البضايع. يعني كل حاجة ممكن تتخيلها هتلاقيها موجودة في المربع اللي موجود فيه العتبة وموجود فيه وسط البلد وموجود فيه الموسكي، مساحات كبيرة جدا وبضايع كتير بنشوفها مع بعض. لسه بنتمشى مع بعض وسط البيوت القديمة وبعض البيوت المهدودة اللي شايفينها على شمالنا هنا. وزي ما بقول لحضراتكم انت من ميدان باب الشعرية لو مشينا على طول وعديناه هنلاقي فيه شارع البنهاوي اللي بيدخلك بقى على الجمالية وعلى القاهرة او سور القاهرة القديم وعلى شارع المعز المشهور. بيكون قريب جدا 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 من المنطقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. واحنا هندخل مع بعض يمين وبنكون موجودين دلوقتي في شارع بورسعيد في الجزء القريب من الموسكي. والجزء اللي في وشنا ده هو اسمه الخرنفش، كنا زرناه ساعة ما كنا بنتفرج على دار كسوة الكعبة. اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.